اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه اخرى او جزء اخر من حلقه يوم امس. عنوان هذه الحلقه اسطى عيديه. في هذه الحلقه ايضا ضيوفنا الكرام المتواجدين فيها الشاعر احمد نصار والشاعر فارس الحرازي والمنشد يحيى العوادي والمنشد سامي الورد. نرحب بهم جميعا ونكمل هذه الحلقه بمجموعه اخرى من القصائد والاناشيد التي تعنى بالعيد وتعنى أيضا بالقضايا اليمنية وأيضا القضايا العربية والقضية الأمة الفلسطينية. سنحاول أن نتطرق إلى هذه القضايا بمجموعها عبر ضيوفنا الكرام. يا ثائرين كل عام، يا فارسين كل عام وأنتم بخير، عيدكم يا مسلمين. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، واجدد الترحيب بضيوفي مره اخرى الشاعر احمد نصار عن يميني والمنشد والشاعر المنشد ايضا يحيى العوادي، وايضا الاستاذ المنشد سامي الورد والشاعر فارس الحرازي. اهلا بكم جميعا. وانتم بخير جميعا ان شاء الله. ثاني حلقاتنا العيديه معكم او بجزئها الثاني عموما. نبدأ بأخي فارس، ما أخي يحيى العوادي، كونك منشد نفتتح هذه الحلقة. أبدأها بقصيدة تراثية. بسم الله. بدا كالبدر توج ثرايا غزال بالحمى باهي المحايا، رماني باللحاظ فصرت ميتا، وحيا بالسلام فعدت حيا، وبالكف الخضيب أشار نحوي، وأدناني وقربني نجيا، فقلت له ونحن بخير رحال أتفقد من جنان الخلد شيئا، فقال وقد تعجب من مقالي، جنان الخلد قد جمعت لديا، فقلت فسحر بابل أين أضحى، فقال أما تراه بمقلتايا، فقلت الورد أين يكون قل لي، فقال أما تراه بوجنتايا، فقلت رأيت بدرا قد تلألأ، فقال رأيت ما بسمي المضيا، فقلت فما سجنجل يا حبيبي، وما يدال وما عود الأراك وما ثرايا، فقلت فهل يرى لك قط شبه، فقال انظر
وكن فطنا ذكيا. فقلت فهل يرى لك قط شبه فقال انظر وكن فطنا ذكيا. فقلت البدر قال ظلمت حسني بذا تشبيه فاهجرني مليا. تأمل هل ترى للبدر عينان مكاحلة وثغرا لؤلؤيا. وهل تلقى له مثلي لسانا يساقط لفظه رطبا جنيا. فقلت إليك معذرتي فمثلي يسامح إن أتى شيئا فريا. وما كفارتي إلا مديحي إمام الرسل أكرم من يحيا. اللهم صل وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك أخي يحيى. جميل جدا. يعني التنوع الذي سمعناه منك الآن يعني يقودنا إلى سؤال، أنه اليمن زاخرة بالموروث الشعبي وخصوصا النشيد. نعم. يعني ما الفرق بين المحافظات يعني في موضوع النشيد، المحافظات اليمنية بشكل عام؟ هل هناك فوارق كبيرة أم أن الموضوع يعني لا علاقة باللكنة أو باللهجة المحلية؟ طبعا الموروث الشعبي والقصائد التراثية تلقى هذا القصيدة في تعز، تلقاها في صنعاء، تلقاها في حجة، تراث واحد تراثنا. بس في نعم مثل ما قلت اللهجة مثلا في تهامه بدل إمام الرس إمام مرس، بس في اللهجة. أيضا في ألحان لها ألحان عدة متنوعة وأبيات أيضا، بس اختصرت أن فيها أشياء غزلية وما أدراك. ونحن في ليالي عيد، وأيضا في عدوان على غزة وحصار لأبناء غزة ومظلومية أمام مرأى ومسمع من العالم لم نتطرق إليها. الموروث الشعبي اليمني موروث زاخر، وكل اليمنيين يتغنوا بهذه القصائد التراثية، ولها مذاق خاص وطعم خاص لا يمكن الاستغناء عنه. مثل ما الأكل والشرب هذا ما يمكن الاستغناء عن تراثنا، لأنه من ليس له ماضي فليس له حاضر. نعم. أنت قل أخي أحمد نصار، يعني كونك شاعر، يعني كيف نستطيع نحافظ على هذا الموروث؟ كونك شاعر أنتم كشعراء، هل مثلا من خلال المجارة لهذه القصائد منكم كشعراء أم هذا الموروث له خصوصية معينة ولديكم أنتم رؤية أخرى يعني من خلالها تصوروا الأحداث اليومية كهذه المناسبة العيدية التي نحن فيها اليوم؟ بالنسبة للتراث هو أهم كل شيء، وإحنا نتبع التراث اختصاصا من العصر الجديد. التراث هو الأساس، وأفضل قصائد عندما تحدث من القديم إلى الجديد، لأن الجديد انهار. يعني أعتقد الجديد أنه له فترة صلاحية معينة. مثل ما قلت لك. نعم. وينسوها الناس. نعم. ما عاد له مساق مذاق. نعم. والموروث الشعبي بالذات اليمن يعني مثلا هو معروف، يعني حتى لأنه في بعض الدول العربية يعني تكتبس
من هذه الأناشيد ومن تراثنا بشكل عام يعني. رجعوهم يلقطوا من حقنا الألحان القديمة وحقنا نعم، وهذا يدل إن دل على شيء يدل بأن التراث اليمني له وقع وله تأثير ايضا لدى المستمع العربي. نعم. والدليل أنه هناك اقتباسات معينة كما اذكر في هذا الحاجه انه شاعر في السعوديه اصلا تعرفت على اساس انه لقى بها العوادي، رمضان تويس العوادي، فتعرفت به وتصادقنا على اساس انه هو العوادي، شاعر ما شاء الله عليه. ف يعني القصائد اليمنيه وهذا يعني منبهر بها، وحتى انه طلب انه نحن ندي قصائد من انا والحان من الحاننا يكون يعني يعمل عليها قصائد. هي اكيد، وفي الحان اكيد مسروقه يعني على اساس انهم بيسرقوها ويعملوها كشيلات، وفيها تحرف بسيط يعني، تحريف بسيط ويخليها شيله ولا كذا، ويسميها بمسمى اخر يعني يكتبها تحت التراث ويكون من الحانه ومن يعني حاجه مسروقه وهي اصلا من تراثنا الاصيل. كيف نستطيع ان نحافظ على هذا التراث يعني؟ ما هي الفعاليات الواجب ان تقام يعني للحفاظ على هذا الموروث؟ الحفاظ على التراث يعني انه لدينا احنا جمعيات معينه، جمعيه الشعراء وجمعيه منشدين جمعيه المنشدين اكيد، وعلى راسها الاستاذ قاسم زبيد والاستاذ نعم. علي محسن الاكوع، الله يسعدهم طبعا، تحيه لهم خاصه بمناسبه العيد. وكذلك انه انسان عندما يكون مثلا في موروثه الذي هو التراث، مثلا عندما يجي حتى متنوع مثلا، وفي تراث مثلا يكون يحافظ على نسق الاناشيد مثلا التي هي معينه على اساس انها توصل للمستمع بما كانت عن ابائنا واجدادنا. وطبعا في معانا التراث مليء يعني، التراث التهامي، التراث الصنعاني الاصيل، التراث الهزامي، يعني في عده الوان يعني الذي هو وكلها اذا يعني كلها في اطار الموروث الشعبي. وهذا ما اردت ان افهمه يعني من سؤالي، انه يعني لدينا موروث هو ذوق يعني له خصوصيه ونكهه مختلفه تماما. تسمع منشدين صنعاء منشدين. يعني انا تابعت في احدى القنوات العربيه، وكان في يعني مجموعه من المنشدين اليمنيين في مناسبه من المناسبات، وكان يعني مندهشين الجمهور بشكل عام بانه قوه الاصوات وقوه الكلمات والالحان. يعني إذا نظرت إليهم يعني في حينها تجد أنه في انبهار وفي استماع للون مختلف. النشيد اليمني أو لون مختلف ومميز جدا يعني فيها التاريخ، فيها الأصالة. نعم. طيب نشوف أخي أحمد، يعني ما جهزت لنا قصيدة بمناسبة العيد والأستاذ سامي لحنها طازج يعني نفس الحلقات البارحة، أنه التقيته لأول مرة وقدمت له قصيدة. طيب هذا القصيدة تم تلحينها أيضا في دقائق. طازج طريق زنجبيل بغبارة. أيوة، نستمع على القصيدة ومن ثم نستمعها إنشادا منك أخي سامي. تفضل. هلت الأفراح والكون ابتسم، هلت الأفراح والكون ابتسم، وانتهى الأجراح اللي حل الأمم. مرحبا يا العيد مليون مرحبا، مرحبا بمن في الحلايا ارتسم. يا خير من رب السماء أسعدتنا، يا خير من رب السماء أسعدتنا، في العام مكتوب مرة النر والهنا. قوة وحيا بك يا أروع من قدم، أهلا وسهلا بمن جرب زارنا. حياك يا نور الصباح، حياك يا نبض الرياح، حياك 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 يا باب ارتياح. الكل في وجودك ظهر كالشمس يا عد والقمر، أنت الشروق وأنت السمر، حياك يا ضوء العمر. الطفل في وجودك سعيد، والأب والجد والحفيد، واستقبلك بغلا بخور والعطر واللبس الجديد. واغلى جعالها يا الحبيب واللوز والكعك والزبيب، وكل من سامح وصافح حتى عدوه والقريب، حتى عدوه والقريب. وسلامتكم الله يسلمك. انت بخير. طيب نسمعك يا سامي، نسمع هذا القصيدة نشيد أنا يوم. هلت الأفراح والكون ابتسم، وانتهى الأجراح لحال الأمم. مرحبا يا العيد مليون مرحبا، مرحبا بمن في الحانا يرتسم. يا خير من رب السماء أسعدتنا، في العام مكتوب مرتين نروى الهنا. قوى وحيا بك يا أروع من قدم، أهلا وسهلا
بمن شرف زارنا. حياك يا نور الصباح، حياك يا نبض الرياح، حياك 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 يا باب ارتياح. الكل في وجودك ظهر كالشمس يا عيد والقمر، أنت الشروق وأنت السمار. حياك يا ضوء العمر، الطفل في وجودك سعيد، والأب والجد والحفيد، واستقبلك بأغلى بخور، والعطر واللبس الجديد، واغلى جعالي الحبيب، واللوز والكعك والزبيب، وكل من سامح وصفح، حتى عدو والغريب، حتى عدو والغريب. السلام عليك. طيب أستاذ سامي، أنه هذه القصيدة كانت بالمشاركة مع الشاعر أحمد نصار، يعني أهمية أن يلتقي الشاعر بالمنشد. أهمية أن يلتقي الشاعر بالمنشد بيواكبوا الأحداث، يعني على أساس أنه التقائهم هذا بيواكبوا كل شيء جديد، وبيواكبوا يعني مراجعة كل ما هو كان تراث هو الأصل، يعني على أساس أنه تأخذوا بنصائح بعض. أيوه، كل واحد بياخذ ويعطي. طيب. هو بيعطينا مثلا ككلمات وكذا، وإحنا بنعطيه كألحان وإنشاء. يعني بتكون الصورة أكيد بالطرفين. أكيد، ويد واحد ما تصفق، يعني جميل. بيكون تكامل. طيب سامي، الزامل، أينك من الزامل؟ أنا وجودي في الإنشاد أكثر، بس والزامل أكيد على وضعنا الذي إحنا فيه. طيب ما الفرق بين النشيد والزامل؟ ليسوا يعني نفس النسق، نفس بس الأسلوب والنسق أيوة، بس الزامل بيكون فيه شيء من يعني مواكبة، فيها السرعة، يعني مثلا الذي يقولوا لها الهسفة هكذا، وحاجات يعني مثلا يعني يحتاج إلى أداء مختلف. يعني أيوة، أداء مختلف، وفي نفس الوقت على أساس أنه أكثر شيء تكون مثلا الحروب وللدعاة، يعني دعاة الحرب وكذا يعني فيها. أنا الزامل هو عموما هو يعني يفعل في كثير من المحافل، موروث يعني قديم، وله تأثير. نعم. تأثير على المجتمع في قضايا مجتمعية كثيرة. نعم. ننتقل إلى الأستاذ فارس. يعني طيب نتحدث عن الزامل الآن. كتب بالنسبة للزامل، الزامل هو أنواع، بالذات النوع الحماسي مش الرثاء. الرثاء إذا شهيد استشهد ولا أيوة، بس الحماسي يدي لك النشاط عند المجاهدين، عند الجيش. وهذا هو غرض من أغراضه أصلا. نعم، هذا من أغراضه. شوف حتى لا درجة بعض الذي في صف العدوى بيقول لك لو معانا عيسى الليث عندنا إن قد طايرناكم لا خلف الشمس، من حماسة الكلام والأداء. أيه. طيب كتبت زامل، أكيد نسمع منك من لديه من المنشدين يعني زامل منك أنت، لمن كتبت من الموجودين الآن؟ من الموجودين سامي ولا يحيى؟ قد كتبت لسامي. أنا ما قد، أول مرة التقي ما قد. نسمع منك الزامل ونسمعها. طيب سامي موجود عندك نسمع الزامل أولا شعرا. نسمع غيره، معي شعر غيره. هذا بنقول لك من قبل سجل لي، يعني مش موجود الآن جاهز؟ مش موجود. سجل لي عبد الخالق النبهاء، سجل لي عبد الباري النهاري، ردمان المطاري، سامي الورد، عدة منشدين. ما الذي يعني لديك الآن؟ ما الذي تسمعنا؟ أسمعك قصيدة على استقبال عيد وداع رمضان. يلا نسمعها. قال: ودعنا رمضان كامل، ودعنا رمضان كامل، مسرع جاء مسرع رحله، قد جا العيد ما نش قابل عز الله هذا، فعله شهر الخير رمضان واصل من عهد المختار كمله، حبه في قلبي داخل وباقي الأشهر مش مثله، ودعته قلبي زاعل كم قد له ناظر وصله، قد جا العيد ويا باطل مسرع رحله كم قد له، يا مذنب راح تستاهل الله جابت ترجع له، وانت جالس يا غافل جنب الصاحب تضحك له، فاز فيه مستغفر عاقل والتائب تقم يسجد له،
ودعه وكلامه عاسل باب الجنة اشتق له، وباب الجنة اشتق له. صح لسانك. طيب يا فارس، يعني لك في الفصيح، تكتب فصيح قلي يعني في للعيد؟ فلسطين دوم تحبوها، وغزة مننا فينا، تقولي لي تحبوها فقلت انتي تحبينا، فجابتني بتحموها فقلت جينا صليش جينا، يمين منها من هو يغثيها شعلناها براكينا، يمانيون يفدوها بدماء الشرايين، جيوش ليس تلهوها بدم والقرابين، طغاة الأرض تطقوها قبرنا جيش غازينا، أراضي القدس أخلوها، أراضي القدس أخلوها، لعن من قام ينسينا، جنود كيف تنسوها وتنسون البراهين، بنو قحطان تلاقوها وسط كل الميادين، جهلتوها عرفتونا، جهلتوها عرفتونا، لعن كل الشياطين، إذا كل الجيوش جوها دحرنا كم فراعنا، دحرنا كم فراعنا وسام. صح لسانك، صح لسانك أخي فارس. صح الله منك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لكم معنا. يا ثائرين كل عام يا فارسين، كل عام وأنتم بخير، عيدكم يا مسلمين. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ما زلنا في هذه الليلة العيدية المباركة بمعية ضيوفنا أحمد نصار وفارس الحرازي ويحيى العوادي وسامي الورد. نرحب بهم مجددا. أهلا بكم جميعا في هذه الليلة العيدية. الله يحييك يا غاني. وانتقل إلى أخي يحيى. موضوع الزامل مهم جدا، دور الزامل كما تحدثنا مع فارس حول أهمية الزامل وإلى أي مدى هو مؤثر في المجتمع، كان على مستوى القضايا الكبيرة أو الصغيرة أو حتى المناسبات. يعني نريد من خلالك أن نسمع الزامل، أن تختار لنا زامل مناسب يتناسب مع هذه الليلة المباركة العيدية. أيضا إهداء للمجاهدين والمرابطين في الجبهات. نعم جميل، تفضل. الذين أعيادهم في الجبهات. تفضل. يا سلامي صدر من شوكته والجر، لشوكته والجر، كل معبر يفجر له مريكاني، كل معبر يفجر له مريكاني، وإن غزينا نقدم واجبه معبر، لواجب معبر، والقنابل تفجر كل ميداني، والقنابل تفجر كل ميداني، سيد حسين ذي ما هزه المدفع، لما هزه المدفع، والطواير بعون الله تحداها، والطواير بعون الله تحداها، أشجع الناس هاشمي واشجع، لهاشمي واشجع، قايد الحرب للأمة وهاديها، قايد الحرب للأمة وهاديها، يا سلامي على همات تتصدر، همات تتصدر، تنصر الحق تثبت في مبادئها، تنصر الحق تثبت في مبادئها، يا بلاجي كان لا تزعلي منا، لا تزعلي منا، ما شريناش للعرضات والزينة، ما شريناش للحورات والزينة، إن عطيناش خارج في جبال منا، لا في جبال منا، وإن عطيناش محرق لا تردنا، وإن عطيناش محرق لا تردنا، وإن عطيناش محرق لا تردنا. يا سلام يا يحيى.
طيب موضوع الزامل مهم جدا، يعني كون الشاعر أحمد يعني قد تحدث لي قبل بداية الحلقة بأن لديه مجموعة من الزوامل كان كتبها وكتب لك أيضا، يعني خصص نعم، لك إحدى هذه القصائد. نعم. طيب أخي أحمد، يعني أهمية الزامل بالنسبة لك أنت كشاعر؟ الشاعر الحماسي أكيد. الزامل هو تفاعل للمدد بإذن الله وتقدم ولو بإذن. خصوصية يعني أكيد، سواء هو كان أهم في كتابته أو في أكيد. إلقاء يعني تفاعل. استمعنا. طيب أنت كتبت يعني زامل وهديته للأخ يحيى. هديت الزامل لأخواننا أهل غزة. نعم. نسمع منك انشودة. مقطع منه جروح. ونسمع زامل منك يا أخي يحيى. جروحي من جراحك وارتياحي من ارتياحك، وكيف أفرح وأشفى وما قد أشرق صباحك. ليه أنت الدواء ولي كنز الهنا، فلا تفكرني أفرح بدائي الوفاء. أنا العروبة والأصالة، وأنا نبض الحضارة، وأنا الإيمان والحكمة، وأنا رمز الصدارة. فلا دقلق لشأني، فأنا العبد اليماني مخلص جند لله ورضاه كل الأماني. أنا يا الحر قادم بكتاب ربي ملازم، فلا تفكر بأني أخون حتى الملازم. فلن تغمض عيوني، فلن تغمض عيوني وترتاح كل شجوني، فلن أخضع وأركع حتى لو قطعوني. فأنا لله ناصح، فأنا لله ناصح، فلا سامح وصالح. فماني يا عزيزي من إخوان المصالح، فماني يا عزيزي من إخوان المصالح. سلامتكم. صح لسانك يا أحمد. طيب سؤال يا أخي قبل نستمع ليحيى، انه يعني كيف بتم كتابه الزامل؟ هل يعني وضعيه مختلفه ام المواقف هي التي بتفرض عليك انك تكتب زامل، وكيف تفرق بينها او كيف تختار هذا تكون انشوده وهذه زامل؟ المواقف اكثر شيء، هي المواقف، وافرق بين الزامل وبين الانشوده. يعني اكيد. كم تحتاج منك يعني مثل هذا ماشي يعني ربع ساعه صلاه الله على الرسول بفضل من الله. جميل جدا. لا زادت باذن الله، نص ساعه لا زادت. طيب نسمع هذه القصيده نفسها وهذا الزامل من المنشد يحيى. طبعا مثل ما قال الأخ، الزوامل هي تكون حماسية وتكون في الجبهات والمعارك يعني التحفيز والتحشيد. لكن بعض الزوامل التي تكون فيها أحزان، أو مثل ما هذا للأقصى والغزة حزينة. يعني قصدك طريقة الإلقاء تختلف يعني. أيوة. طريقة الإلقاء، لأنه هنا جروحي من جراحك، بيقول من جراح غزة، من جراح الأقصى، تحتاج إلى هدوء تحتاج إلى لحن هادئ ولحن حزين محزن. يعني عندما سمعتها جبت هذا اللحن يعني في الوقت نفسه. نعم. قبل ما نبدأ الحلقة. ولا بدي أن نحزن، ولكن يعني الظروف العامة للوطن العربي يعني تضعنا في خانة الحزن حقيقة. نعم. وسنتحدث عن هذا الموضوع، موضوع الوطن العربي وأين وصل، ويعني من خلال الشعر والنشيد اليوم بإذن الله، بعد أن نستمع منك أخي يحيى الزامل الأخ أحمد. بسم الله. جروحي من جراحك وارتياحي من ارتياحك، جروحي من جراحك وارتياحي من ارتياحك، وكيف أفرح وأشفى وما قد أشرت صباحك، وكيف أفرح وأنا وما قد أشرت صباحك، فلا تقلق لشاني فأنا العبد اليماني، فلا تقلق لشاني فأنا العبد اليماني، مخلص جند لله رضا كل أماني، مخلص جند لله رضا كل أماني، فلن تغمض عيوني وترتاح شجوني، فلن تغمض عيوني وترتاح شجوني، فلن أخضع وأركع حتى لو قطعوني، فلن أخضع وأركع حتى لو قطعوني. فعلا فيها الشجن والحزن. انتهى.
وهو أنا قلت اللهم صل وسلم عليه، هو غلط بس في البداية، بعدين جروحي من جراحك، يعني أنت بتواسي جراحك الأقصى وجراحك غزة لا. كلهم أنا مجروحين. كان الأفضل هو أنا أقصد لها هدف أصلا يجي عندي غير مشكلة بدون تشكيل. جميل عموما جراحة كان عموما جميل. هو احنا في ليله عيديه عموما يعني حتى لو سافر. اهم شيء انه كلها واحد. اهم شيء انها توصل رساله. أهم شيء توصل. أهم شيء رسالة توصل. جميل منك يعني وصلت. هذا من ذوقكم. نعم يعني استاذ سامي، يعني انه القضيه الفلسطينيه والهم العربي كبير جدا. نعم. يعني صح نحن الليله هي ليله يعني عيد وفرح، ولكن يعني لابد من مشاركة. نتطرق الى قضايا الامه. نعم. وابرزها القضيه الفلسطينيه. نعم. يعني كونها هي الحدث الجلل والأكبر اليوم. نعم. طيب في وجهة نظرك يعني هذا التشرذم العربي والاختلاف في قضية مركزية مثل القضية الفلسطينية والتخاذل العربي والتخاذل، هذا التخاذل الله. يعني لماذا وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه اليوم؟ أتحدث عن بعض الأنظمة العربية. الذي وصلنا إليه تخاذلنا فيما بيناتنا البن، يعني كذا في جميع أنحاء الدول العربية وفي جميع أنحاء العالم في تخاذل الكثير والله. يعني هل يهنى لهؤلاء أن يعني يكونوا في أجواء عيدية؟ لا والله ونشاهد يعني في قنواتهم يعني تلك البهرجات وتلك الاحتفالات، والشعب الفلسطيني يباد يوميا. يعني أيضا هناك دور أيضا لنا نحن مشاركتهم ومعاناة أجراحهم. أنتم كمميزين يعني كشعراء ومنشدين لكم دور مهم في أن تسلط الضوء في أعمالكم حول هذه القضية. نعم. يعني ونستفيد من هذه الفرصة في هذا البرنامج العيدي أصداء العيد عبر قناة سبا، بأن نضع المشاهد يعني أو أن نذكر المشاهد. نعم. أنه هناك خذلان وأن هناك شعب يباد، وأنه يجب علينا أن نقف مع هذا الشعب حتى ونحن يعني في أجواء عيدية، لكن لابد أن نذكر هؤلاء وأن نقوم بواجبنا تجاههم، وفي كل عمل نعمله على أساس أنه نشاركهم في أجراحهم. نعم. طيب في أحزانهم. جميل. والله يعني على أساس أنه طوال شهر رمضان حتى على مستوى الصيام والأكل والشرب بتذكر أخوانك في غزة مثلا أنهم مشردين، أنهم بدون جائعين، أنهم بدون أكل، بدون مأوى، يعني بدون يعني لم يعد الموضوع موضوع أكل وشرب، أصبح الموضوع وتخاذل العربي، يعني مشكلة بقاء فقط، أنه الفلسطيني أينما ذهب مستهدف الله وللأسف الشديد. طيب يعني لديكم شيء أكيد هذا التخاذل لدي وأنا لديك أخي نعم. قصيدة وإذا لديك منشودة أيوة نسمع الأستاذ معي الانشودة هذا عن وعد الآخر طبعا من كلمات أبو العزة الحنجري. يا رسالة لهذه الأنظمة المتخاذلة. نعم. المنبطحة للغرب. نعم. فبدأنا نلحنها بس حاجة بسيطة على أساس بس إن احنا نوصل القصيدة للمشاهدين وللمتابعين نفسهم كرسالة. نعم. وكرسالة بالأجل أخواننا في غزة. نعم تفضل. الحرب يا أهل الحرب كاشرنا بها وقت القتال، والموت لزوى الجاب طوفان الدماء الطاهرة، والنار تشعل باليهود من يمين والشمال، وثار غز ناخذ ما هي مسائل عابرة، من أجل غز الشعبان الحر الأبي شال الثقال، رغم الحصار المستمر رغم الجروح الغايرة، شعب اليمن يا معركة طوفان يضرب به مثال، فالبحر الأحمر لليهود ما تمر الباخرة، كل الكتايب جاهزة مترقب وقت النزال، القدس يتحرر وذيل الكفر نقطع دابرة، ما بنبيع القدس وإحنا في ثيابك يا الجبال، ما بنبيع القدس وإحنا في ثباتك يا الجبال، كلمس طه للجميع قل للملوك الفاترة، لو بايدك الأرض ما نخضع لأمريكا محال، قد مدنا الجبار سبحانه بقوة قاهرة، قل للبريطاني وأمريكا وجيش الاحتلال، الموت عزرائيل عنده لك مقابر شاغرة، والانتقاد المصطنع انسياتهم احتيال، ضد المجازر والجرائم والفعال الظاهرة،
لو صب كاسات المنايا نشرب الصافي زلال، ولا نفرط فيك يا القدس الجريح الصابرة، ولا نفرط فيك يا القدس الجريح الصابرة، ولا نفرط فيك يا القدس الجريح الصابرة. من كاتب هذه أبو العز الحنجري. جميل، رائع جدا. طبعا كلماته، وإن شاء الله إن احنا نجهزها للتسجيل وكذلك عمل القدس، يعني أبسط يعني عمل أشياء يعني نعملها، أقل شيء نحن نوصل رسالة ومع أخواننا في فلسطين. نعم. قبل أن نذهب لأحمد، لديك فارس قصيدة في نفس الموضوع. نعم. بالنسبة أنواع الرجال نستمعها. قال: كم من رجل بالخلق والدين، كم من رجل بالخلق والدين، وكم من رجل عاصر شنابه، كم من رجل حر وأحمر عين يحكم فيالك في الغابة، وبه ناس يانسبوا 2000، وبه ناس يانسبوا 2000 بالمصلعة وعيابه، يفعل على صحبتك خطي، وذي حق كذبه ومكذابه، والجيد يسوي عليه صحين، من سائر تهدى أعصابه، الكف هو الوفي برجين، والجيد هو ينفع أصحابه، كم حش مثل الرصاص يمهين، والبحر واحد مع شابه، عند الرجال الرصاص يسرين، والكف معروف والقابه، كم يا مواقف معه يرقين، أصله وفصله بقطابه، ما بشقالك لو يصير الصين، القدر والجاه يحضابه، ما بش أسد له كنوز يسوين بالذات، لا قد كشر نابه، لأن الأسد يمتلك اسمين، يا ليث ولا أسد ما به، والفس له كم وصفي عمين، من سائر الصدق يدرابه، والجيد نشمي محنك زين، والأجياد والأبطال طلابه، في صحبة من نوى أهلين، كم من فلان يحسب حسابه، والختم صلت قرير العين، على النبي خير من جابه، ربي وآله معه أصلي، والأصحاب كم عاصر شنابه، بعدات كم يا قلوبي هوين، واصحاب للمزن سكابه، واصحاب للمزن سكابه. صح لسانك. صح الله بالله. أخي أحمد، نفس الموضوع يعني. والله يهمك القضية العربية. يعني أنا حبيت إنه يكون لكم يعني دور. أكيد واجبنا جميعا. أكيد. نستمع. عنوان القصيدة. عنوان القصيدة: يا طويل العمر من أراد للعز. تفضل. ديننا والعرف والأسلاف واحد، والقضية هي قضية واحدة، لا نخلي للعداء أية مقاعد في وسطنا، في لو حتى بقاعدة، لا نخلي للعداء أية مقاعد في وسطنا لو حتى قاعدة، حان الأمر، حان حل الأمر، نحذف كل فاسد ولا نبكي في الهداية فاسدة، ما بقى من بعد هذا الله تصاعد، اختبار عظيم ربي قايده، لا نخلي إبليس يتخطى القواعد، ولا نخليه ينفرج من عاقده، باي يحكم أمرنا في كل واعد، وباي يحقق منيته ومقاصده، دمنا واحد والأبدان واحد، والهوية يا الرجاجيل واحدة، والورق والحبر والقرآن شاهد، وكل ذرة بالحقائق شاهده، حان حكم الحق، حان حكم الحق، ما عاد به مواعد ولا بتأجيل، ولا بتأجيل لو دقيقة زايدة، اكتفى الباطل وقع على التقاعد، خلاص فات الأمر خاف تقاعده، استفيقوا الآن طفوا قلب بارد، ولا تبقوا في جواره باردة، يشتعل يهلك يموت، ما به بزايد ولا يساوي في العمر من رايده، من أراد للعز ما يمضي براقد، ولا يدور من حياته فايته، يسير لله بالعمر صادق مجاهد، وباين له في العمر ورجارده، والختم صلوا على خير السواند، محمد المختار بكل انسانده، محمد المختار بكل انسانده. سلامتكم. أخي يحيى، يعني لديك انشوده في هذا الموضوع، موضوع التخاذل العربي، هذا المتاح الآن. ما جهزت شيء. لديك الآن انشوده مجهزة، يعني ما الذي لديك الآن؟ يعني ممكن أنا أدلي بدروي، بس مش بقصيدة أو بانشوده. التخاذل العربي والله إنه عيب، مثل ما نقول إحنا في القبيلة عيب أسود، يعني لا مستوى إنه يزيد حتى بعض الأنظمة تمد الجنود الصهاينة بمال لكل جريح صهيوني بدعم عسكري، وما ايش انا يعني مسمين انفسهم هؤلاء مسلمين، يعني لو ما يجي اجيالنا القادمه وعندما نجابرهم ما حدث لغزه، هل سيصدقوا ان الحكام في وقتنا الحاضر هؤلاء كانوا مسلمين؟
ليسوا يهود ونصارى مثل هؤلاء الذي بيضربوا غزة؟ والله لن يصدقوا، والله ما يقولوا إلا هؤلاء كانوا هم يهود ونصارى، بس بسكوتهم. ما بالك وعندما نجابر أجيالنا أو يعلموا أن هؤلاء الحكام العرب والمسلمين اللي بيدعوا أنهم حماة الدين وأنهم بالإضافة إلى ذلك بيزيد يمولوا العدو الإسرائيلي. مش ممكن أن يصدقوا أن هؤلاء كانوا حكام عرب ومسلمين. أخي التاريخ لن يرحم أحد يعني، وهذه الأحداث هي مرصودة ومكتوبة والزمن دوار ولن تخفى على أحد، وسوف يحاسبوا. يعني المسألة ليست هكذا، سوف يحاسبوا في نعم. الدنيا بإذن الله أمام أعيننا بإذن الله. بس نذهب لفاصل قصير لمشاهدينا، فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. يا ثائرين كل عام يا فائزين، كل عام وأنتم بخير، عيدكم يا مسلمين. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نعود الى ضيفنا سامي الورد، وما الذي اعده يعني لهذه المناسبه العيديه المباركه؟ والله الاعداد كثير، بس نظرا لاختصار الوقت والاجواء التي احنا فيها العيديه، نعم، فننتقل بس على اساس انه اجواء التراثيه التي هي في ذكرى الله والصلاه على رسولنا. نستمع. يا رب يا مسبل علينا الغمام، يا رب صل على محمد مظاهر يا فالق الإصباح بعد الظلام، يا رب صل على محمد وآله، يا مقتدر يا خاي يا خاي رقادر. اللهم صل على محمد وعلى اله. نرجع لفارس المستعجل. الله يعني يرضى. لديك يعني قصيده ختاميه، أكيد. عنوان القصيده؟ هذه سلام الله على غزة. طيب نسمع. قال: سلام الله على غزة أهالي الفخر والعزة، جيوش هزوا العدو هزه، ثبات وشموخ عزه دين، لتحرير أرضهم هبوا وشبوا نارهم، شبوا شعبك يا يمن لبوا نداء العز وفلسطين، بنو قحطانهم قدوة بوقت الشمس والهجوة، وكل المسلمين أخوة خلقنا كلنا من طين، لتحرير قدسنا قمنا وشلنا اعتادنا شلنا يمين الله لو زلنا ولا عاد أحدا، ولو عادت أحد صفين حنا أهل العز والفزعة فيالق نتجه جمعة طريق قدس بالسرعة، جيوش العز قد لبين، جميع زيدي مع سني، جميع زيدي مع سني، شوافع حنبلي جني وأسود أحمر وبني، طريق قدسهم ماشيين طريق قدسهم ماشيين. مسامتكم صح لسانك. صح الله بدنا. طيب يعني لم يبقى لنا وقت كثير، نسمع أحمد قصيدة حتى نختم بعدين مع أخي يحيى بأنشودة ختامية. عنوان رسالة غالية. يا صقر وش لك منتظر ما عاد بقى، يا صقر
وش لك منتظر ما عاد بقى؟ الله معك يا صقر، خذ درب السلامة. هني بي العيد يا صقر، كنز الوفاء القائد المخلص، رمز الاحتكامة، الأصيل والشهم ونبضات الصفاء والمروة والشهامة والكرامة، القائد ابن البدر مسروع القائد ابن البدر مشروع الهدى، على كتاب الله قد حكم مقامه، وبلغه يا صقر الأرواح له فداء، وإحنا معه لو بتقوم والله القيامة، إحنا بفوضناه بالإرغاب والرضا، وقلوبنا له مخلصة ورب الغمامة. قايد بنبض الفعل صادق بالنبأ، ولا بيخلف قوله، بيحقق كلامه، يشهد علينا الله ما نجه الفتى، ساعي بقول الله قد طلق ظلامه، ساعي بقول الله قد طلق ظلامه. احنا معه في البحر والبر والفضاء، واحنا من اجله بنفرد بالسلامه، ما دام قايدنا الجميع رب السماء، ما هي خساره والقسم او هي عدامه، والطلب واحد على عمر الفناء، يا النصر ولا بنفحات المقامه، ويا النصر ولا بنفحات المقامه، يا النصر ولا بنفحات المقامه. سلامتكم. صح لسانك. قصيدة رائعة وجميلة عموما يا أحمد. أخي يحيى ما لديك يعني الآن؟ أختم إن شاء الله بقصيدة في الوعظ والإرشاد، جل من بالصباح قد زحزح، وإن شاء الله أتمنى تنال استحسانكم استحسان المشاهدين. ويعني في الأخير أيضا سنستمع إلى كلمة ختامية منكم، كلام عادي يعني معبر، نختم بهذا اللقاء بعد أن نسمع بسم الله. يحيى. جل من صباحي قد زحزح، مظلمات الدجى، كاشف الكار لم يزال يمنح من إليه التجا، من إليه التجا، من إليه التجا. إن مرادا تجارتك تربح، وتنال الرجاء، دق باب الكريم، عسى يفتح بابه المرتجى، بابه المرتجى، بابه المرتجى. لا تعول على سوى المولى في جميع الأمور، مجري الماء بقدرته في العود، يرتقي في صعود، يرتقي في صعود، يرتقي في صعود. من في أمال صحايف الأقدار،
ومعانا الافتكار أشرقت في فؤاده الأنوار بالهدى والثنار اللهم صل وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلنا الشعب اليمني بالكامل والقيادة السياسية والشعب اليمني بشكل عام، مجاهدين، لجان شعبية، جيش، موظفين، وأهني أسرتي والوالدة الغالية والأب العزيز وجميع الأهل والأصدقاء بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وعساهم من عواده، وكل عام وأنتم بألف خير. وأتقدم بأحر التهاني والشكر إلى طاقم قناة سبأ مثلا بكل طاقمها ومديرها ومذيعها ومخرجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصوريها أيضا معنا معين، ومعنا حسين، ومعنا عبد الصمد، ومعنا يعني مجموعة أنا قد عمي خلف الكواليس. عموما سامي، أهنئ وأبارك للشعب اليمني كافة، وأعزي أهلنا وأخواننا في غزة طبعا، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يشوفوا شر بإذن الله. وكذلك أهنئ وأبارك بمناسبة عيد الفطر المبارك أهلي، طبعا أبي وأمي وزوجتي وأخواني، أخي خالد طبعا ونبيل، وهي طبعا من لجميع إخواني طبعا وزوجتي وأولادي طبعا وجميع الطاقم طبعا، وأهنئهم جميعا على هذه الاستضافة الطيبة. ولك أستاذ حافظ الله يسعدكم جميعا والله. حياكم الله. أهني الشعب وأهني القوات الخاصة وأهني القوات البحرية وأهني قائد المسيرة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، وأهني كل من ساند وكل من تعاون مع غزة وكل من تخاذل ما لا بد يرجع لعقله بإذن الله. الله يهدي من يشاء بإذن الله. وأهني أهلي وأهني أقرابي وأهني كافة أهل نصر وأهني الطاقم الفني، وبالذات الأستاذ عبد الصمد وأستاذ محفوظ بإذن الله والأستاذ حافظ، وكل عام وأنتم بخير والمعذرة منكم. نحن نحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهني زوجتي العزيزة وأم أولادي وأقول لها كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله تكون بالسلامة بإذن الله. سيكون لنا مولود جديد بإذن الله، إن شاء الله تكون بالسلامة وكل عام وهي بخير وصحة وسلامة. وأهني أسرتي كافة وأولادي كافة وأقاربي وأنسابي أيضا، وأهني مدينة تلا عامة، وأهني الشعب اليمني عامة، وأهنيكم أنتم أيضا بعيد الفطر المبارك، وقناة سبأ بمديرها ومذيعها وطاقمها المتكامل من المخرجين والمصورين. وأقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير، واليمن والإسلام والمسلمين والأقصى وغزة في نصر وعز وتمكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نقول لكم يعني مثلا بقناة سبأ كل عام وانتم بخير، شرفتم كله على الجميع، واضفت لها يعني نوع من الاجواء العيديه، ولو يعني نحن في غصه بما يحصل في فلسطين، ولكن في حاله عيد، وسنظل ونستمر في حياتنا باعيادنا وايدينا على الزناد كما يقال، ونرفع اسمى ايات التهاني والتبريكات لقائد الثوره ويعني الشعب اليمني والقيادة السياسية، ويعني نهني كل العالم العربي والإسلامي بهذه المناسبة العظيمة. إذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الأخير أشكر جزيل الشكر ضيوفي في هذه الحلقة الشاعر أحمد نصار المتميز في هذه الحلقة، وأيضا المنشد يحيى العوادي على ما اسمعنا به وامتعنا به، وايضا المنشد سامي الورد وامتعتنا بصوتك الجميل والرائع، وايضا
شاعرنا فارس الحرازي. لا شكر عاجب، وهذا كله بفضل جهودكم واستضافتكم لنا في يوم العيد الفطر المبارك، وهذا مجهود كبير، وتسلموا مشكورين على الاستضافة. شكرا لك، وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير، نتمنى لكم إجازة سعيدة، إلى اللقاء. كل عام يا مسلمين، كل عام يا ثائرين، كل عام يا فائزين، كل عام وأنتم بخير. عيدكم يا مسلمين، عيدكم يا ثائرين، عيد عز وانتصار للأبات الصادقين. عيدكم يا مسلمين، عيدكم يا ثائرين، عيد عز وانتصار للأبات الصادقين. بارك الرحمن عيدا هل بالبشرى سعيدا، يملأ الدنيا نشيدا لابسا ثوب